اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة سينما اونلاين. في حلقة النهاردة احنا رجعنا بمراجعة جديدة، والفيلم اللي هنتكلم عنه النهاردة هو تاج. قبل بس ما نخش في الحلقة يا ريت تعملوا لايك وتشيروا الحلقة في كل مكان، ولو انتوا لسه مشتركتوش في القناة انزلوا دلوقتي اشتركوا. يلا بينا نخش في الحلقة. هاطس. جننت ايه؟ احمدي ربنا البنطلون بس هو اللي وقع. ولا يا طنط؟ فيلم تاج يعتبر هو أول فيلم سوبر هيرو في تاريخ السينما المصرية، ومن بطولة تامر حسني ودينا الشربيني وعمرو عبد الجليل وساندي، ومن تأليف تامر حسني ومن إخراج سارة وفيق. قصة الفيلم من غير حرق بتدور عن تاج وهو شخص يتيم شغال في مدرسة، وفي يوم من الأيام بيكتشف إن هو عنده قوة خارقة، وكمان بيعرف إن هو ليه أخ توأم بيمتلك نفس القوة ولكن بيستخدمها في الشر. وبتتوالى الأحداث عشان نعرف إيه اللي هيحصل بعد كده. طيب تمام، نخش في المميزات. أول ميزة النص الأول. الفيلم في نصه الأولاني كان ماشي بشكل كويس. أولا فكرة الفيلم تم التمهيد ليها بشكل حلو ويخليك متحمس مع الأحداث. كمان كان في بعض المواقف الكوميدية الحلوة، تسلسل الأحداث وإيقاع الفيلم الاتنين كانوا كويسين جدا. فالنص الأول بالنسبة لنا ما كانش فيه أي مشكلة. تاني ميزة الأداء التمثيلي. مش هقول لكم ان الاداء التمثيلي كان حلو او كان وحش، هو كان عادي من الكل. تامر حسني ما كانش فيه اي جديد في ادائه، هو اداء تامر حسني المعتاد، والناس اللي بتحب الافيهات المعتادة والكوميديا اللي على طول بيقدمها تامر حسني فهي موجودة في الفيلم. دينا الشربيني انا شايف ان وجودها في الفيلم هي موجودة بس علشان يبقى فيه بطلة قدام تامر حسني، انما دورها غير مؤثر تماما في الاحداث. عمرو عبد الجليل اداؤه برضو كان عادي واقل من العادي. ساندي مش فاهم ايه لازمتها في الفيلم. فالاداء التمثيلي يعني كان عادي، ما فيش كلام كتير عنه. تالت ميزة الاخراج. الاخراج لسارة وفيق انا شايف انه كان نوعا ما كويس. احسن حاجة عجبتني في الاخراج هي الجرافيك والمؤثرات. المؤثرات والجرافيك ما كانوش وحشين بالدرجة اللي انا كنت متخيلها. لا، في مشاهد اتعملت بشكل كويس، وفي مشاهد اخراجها وتصويرها ومونتاجها كانوا كويسين جدا، وفي مشاهد تانية برضو كانت مش حلوة. لكن في العموم يعني هي تجربة اخراج انا شايف انها احسن بكتير من فيلم مش انا اللي كان برضو من اخراج سارة وفيق. طيب تمام كده المميزات خلصت، نخش على العيوب. اول عيب القصة. زي ما انا قلت لكم فكرة الفيلم تم التمهيد ليها بشكل كويس والدنيا كانت ظريفة بشكل عام في النص الاول، ولكن مع بداية النص التاني الفيلم اتحول لفيلم كرتوني. حرفيا انا كنت قاعد في النص التاني بتفرج على احداث كرتونية، احداث ملهاش اي تفسيرات تماما. والسبب في ده هو تامر حسني، هو ما بيعرفش يكتب. تامر حسني اخره فكرة ومؤلف يجي ويكتب بقى على الفكرة دي سيناريو وحوار، زي كده افلام تامر حسني زمان كان بيبقى عنده فكرة ومؤلف يجي يكتب على الفكرة دي، انما حتة ان هو اللي يكتب القصة والسيناريو والحوار صعب قوي. عملها في فيلم مش انا والفيلم ما كانش حلو. رجع بعد كده عملها في فيلم بحبك وبرضه الفيلم ما كانش حلو. عملها في فيلم تاج والفيلم ما عجبنيش. 3 افلام ورا بعض من تأليف تامر حسني وكلهم اوحش من بعض. احنا لو جينا نبص كده على قصة فيلم تاج هنلاقي ان القصة مليانة عيوب كتيرة جدا. اول حاجة كده الفيلم ما جابلكش هو تاج القوة الخارقة اللي عنده جاية منين. هو كل اللي جابهولك بس ان تامر حسني راح للفنان احمد بدير، وعلى فكرة انا ما بحرقش لقطة احمد بدير موجودة في الاعلان. احمد بدير قال له انت عندك قوة خارقة، فتامر حسني رد عليه وقال له طب القوة الخارقة دي انا جايبها منين؟ قال له احنا العيلة بتاعتنا كلها عندها قوة خارقة وانت وارث بقى القوة دي. طب العيلة جايبة القوة الخارقة منين يعني؟ هو انا مش فاهم. يعني سبايدر مان بقى خارق وبيطير ومش عارف ايه لما العنكبوت عضه. توم هاردي في فيلم فينوم بقى خارق وعنده قدرات خارقة لما السيمبيوت دخل في جسمه. تامر حسني في فيلم تاج بقى خارق ليه؟ وراثة، مش عارف ايه وراثة، هو بيقولك وراثة وخلاص. دي اول حاجة. تاني حاجة
ظهور التوأم بتاع تاج هارون، والمفروض ان هارون ده شخص شرير بيستخدم بقى قوته الخارقة في ان هو يأذي الناس ويخرب الدنيا كلها. بعيدا ان الشخصية دي هي شخصية كرتونية، شخصية ملهاش اي ملامح والكتابة بتاعتها رايحة في داهية. سيبك من كل ده، نتكلم على اداء تامر حسني في الشخصية دي. يعني تامر حسني فاهم ان انت علشان تبقى شرير وتخوف الناس طول الوقت قدام الكاميرا تبقى عامل كده بس، ده اللي انت تعمله عشان تخوف الناس. يعني بصراحة اداؤه في الشخصية دي كان اداء كرتوني قوي، وانا مش فاهم هل هو كان فاكر مثلا لما يعمل بقى شخصية طيبة اللي هي تاج وشخصية شريرة اللي هي هارون فالناس بقى تبقى متحمسة بقى ويبقوا عايزين يعرفوا مين اللي هينتصر في الاخر، الخير ولا الشر. يعني الفيلم لا، من الفيلم احداثه وحشة جدا، خصوصا في النص التاني كمان لما ساندي ظهرت ملهاش اي لازمة. عمرو عبد الجليل الدور بتاعه طالع شغال في منظمة مكافحة الخوارق، مش عارف ايه ده، يعني زي المنظمة الألمانية لإبادة الحشرات يعني ولا ايه، مش عارف، حاجات غريبة بصراحة. تاني عيب السيناريو. اولا المواقف الكوميدية يا دوبك، هو كان في موقفين او 3 كده في النص الاول كانوا كويسين وفيهم شغل كويس، وبعد كده في النص التاني بقى افيهات تامر حسني المعتادة على كام افيه من عمرو عبد الجليل، وللاسف كلهم ما كانوش موفقين. عمرو عبد الجليل اساسا ما كانش واخد المساحة اللي تخليه يعني يقول افيهات ويبقى مبدع في الدور، للاسف الدور كان وحش جدا عليه. كمان بقى المواقف الكوميدية اللي كانت موجودة في النص التاني كلها كانت سيئة. نهاية الفيلم قفل بأغنية، مش ده فيديو كليب ده ولا ايه؟ الفيلم قفل بأغنية وقبليه مشهد كده متخلف مش عايز اقوله، بس اكيد اللي شاف الفيلم فاهم انا قصدي ايه، فاهم يعني. مشهد الاهرامات مش هقول اكتر من كده. كل دي حاجات عيوب ومساوئ في فيلم تاج. كتابة الشخصيات، انت ولا شخصية في الفيلم مكتوبة حلو، حتى شخصية البطل اللي هي شخصية تامر حسني لا جبتلي سر القوة الخارقة ولا جبتلي اخوه ولا جبتلي الماضي بتاعه، وانت قلتلي بس ان هو يتيم. طب انا عايز اكتر من كده. دينا الشربيني ملهاش اي دور، ساندي، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر، مفيش اي حاجة خالص. الفيلم فاضي، وللأسف انا بصراحة كنت مستني حاجة اقوى من كده، لان تامر حسني كان عمال يعمل دعاية للفيلم واول سوبر هيرو في تاريخ السينما المصرية واوعى تاج ومش عارف ايه. بس اظن ان تامر حسني اتعلم من غلطه وعرف ان الفيلم منجحش، لان الفيلم طبعا حقق ايرادات وكل حاجة، بس ما حققش النجاح اللي تامر حسني كان يتوقعه، اظن كده. تالت عيب الموسيقى التصويرية. برضو الموسيقى التصويرية للأسف كانت ضعيفة جدا. يمكن الأغنية اللي كانت في نص الفيلم كانت حلوة مش وحشة. وبس العيب خلصت، نخش على التقييم النهائي. تقييمي لفيلم تاج هو 4.5 من 10. للأسف فيلم مخيب جدا للأمال، كنت منتظر حاجة أقوى من كده. ويعني نهاية الفيلم بتوحي بجزء تاني، معرفش هل تامر حسني وصناع الفيلم ناويين انهم يعملوا جزء تاني، ولو في جزء تاني اتمنى ان هو ما يكونش من كتابة تامر حسني وياخد حقه في التحضيرات وحقه في الكتابة علشان يطلع اقوى من الجزء الاول. وطبعا اللي شاف الفيلم ياريت يكتب لي رأيه وتقييمه تحت في التعليقات. ورب الحلقة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم اعملوا لايك وشيروا الحلقة في كل مكان، واشتركوا في القناة لو أول مرة، وما تنسوش تتابعوا صفحة سينما أونلاين على الفيسبوك. شكرا جدا ليكم على المشاهدة، أشوفكم على خير، سلام.